بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين عليه الصلاة وأفضل السلام. كمل مع بعض إن شاء الله سلسلة دروسنا لشرح مادة الرياضيات لا الصف الثامن من المنهج السوري إن شاء الرحمن. وصلنا مع بعض للدرس الثاني من الوحدة السادسة من كتاب الجبر. هذا الدرس معنا باسم التكرار المتجمع التراكم إن شاء الله، اللي هناخد الصاعد إن شاء الله والنازل. هدول هم النوعين اللي راح نشتغل عليهم. طبعا الخلاصة بس من درسنا هذا هو فيه معلومتين صغار جدا، يعتبر من أصغر الدروس اللي هناخدها، لأنه هذا الدرس ما بيجيش في الامتحان بشكل مباشر. هذا الدرس هيلزمك في ان شاء الله الصف التاسع، فانت لازم بس تكون فاهم وتفرق ايش يعني الجدول اللي هيكون خاص بالتكرار المتجمع الصاعد، والفرق ما بينه وما بين التكرار المتجمع النازل. في البداية تعال نشوف جدول التكرار المتجمع الصاعد. المعطيات هي اللي وردت في مثال الاشخاص وكتلهم في المثال السابق اللي هم اخذناه الحصه اللي فاتت، وهي المثال عندي اللي هو تبع كان في عينه ل 28 شخص، ايش الكتل تبعتهم بالكيلوغرام. رحنا مثلناها هنا بشكل تصاعد القيم اللي هو مديني اياها الكتل. وبعد هيك رحنا يا استاذ عملنا الجدول التكراري، وبعدها رحنا عملنا جدول الفئات. هذا جدول الفئات هو اللي انا بدي اياه بس، تمام؟ هذا هو جدول الفئات هو اللي انا هحتاجه عندي هنا. فهي جدول الفئات بجيبه وبحطه هنا قدامي، لانه هذا هو اللي احنا راح نشتغل عليه. هذا طبعا هيو من المثال السابق ان شاء الله، هذا هيو من المثال السابق. وببدا اشوف ايش هو بده. بقول لي عندك هنا المعطيات هذه يا استاذ اللي موجوده هتكون هي في مثال اشخاص وكتلهم اللي هي هيها اللي انا بدي اياه اللي هو جدول الفئات. بقول لي بناء على الجدول هذا فانا بدي تروح الجدول الاتي هو هنسميه الجدول التكرار المتجمع الصاعد. عندي نوعين طبعا انا من الجداول هذه، هو جدول تكرار متجمع صاعد وجدول تكرار متجمع نازل. الفرق ما بينهم بسيط. الصاعد يعني اقل من، شو يعني اقل من؟ الجدولين هيكونوا نفس الشيء. هنا هكتب الحد الاعلى للفئه، لانه اللي انا بدي اياه في الصاعد بدي اللي اقل من يا استاذ. كيف اللي اقل من؟ انا هي الفئه اللي موجوده هنا عندي، مظبوط؟ هذه هي الفئات. هتقول لي هذا هو الجدول الخاص بالفئات، بقول لك اه. عشان اروح اعمل الجدول التكراري المتجمع الصاعد فانا بدي اللي اقل من ال 12، بدي اللي اقل من ال 15، بدي اللي اقل من ال 18، بدي اقل من 21، اقل من ال 24، وبدي اقل من ال 27. فهي زي ما انت شايف هذا هو الحد الاعلى للفئه. هذا الكلام لان انا بتكلم قاعد عن الصاعد. طب لما بدي اروح اتكلم عن النازل، النازل هيكون نفس الكلام، بس انت هتاخد على طول يا استاذ هنا هيكون اكبر من التسعه، اكبر من ال 12، اكبر من ال 15، الاكبر من ال 18، الاكبر من ال 21، والاصغر من 24. نفس التفاصيل هذه. طب تعال نعبي القيم هذه مع بعض عشان نقدر نفرق ما بينهم مره واحده. باجي هنا على طول بقول لك هي اول حاجه المتجمع الصاعد، صرت عارف انا اللي هو يعني اقل من. هي المتجمع الصاعد تعال نعمله باللون الاحمر اللي هو هي اقل من. اقل من اذا باخذ الكبيره هذه اقل من 12، اقل من 15، اقل من 18، وهكذا. طبعا كلهم بدون او يساوي، ما فيش الا اخر واحده اللي هي اقل من او يساوي 27 اللي هي اخر كانت عندي الحد الاعلى هنا في الفئه هذه. يعني باخذ الحد الاعلى من كل يا استاذ فئه، لانه هذه ال 12 حد اعلى وال 15 هنا حد اعلى، وهكذا. تعال نشوف الاقل من 12. هلقيت من 9 ل 12. لو انتم فاكرين ما كناش ناخذ ال 12 احنا، لانه كانت ال 12 عندها مفتوحه. فاكرين ال 12؟ وهي اللي كنا نعمله هنا هي كانت عند ال 12 مفتوحه. فاحنا نقول له مين هو فقط اللي اقل من ال 12؟ يعني هناخذ 9 و10 و11. طبعا ما فيش الا 9 فبقول له هم الاثنين فقط. تمام، هيها صارت هي الاثنين. وهكذا. وكانت لما اقول له بدي انا من ال 12 لل 15 يعني هناخذ ال 12 وال 13 وال 14، اما ال 15 مش هناخذها لانها مفتوحه هيها من الطرف هذا. هنا نفس الكلام اللي احنا قلناه، بدي اللي اقل من 12، الاقل من 12 هي اللي هو الاثنين، فبقول له اثنين. بعدك الاقل من 15، الاقل من 15 هتقول لي 8، اقول لك لا هنا عاد اختلف، لانه هذا اسمه جدول تكرار. ايش يعني تكرار؟ يعني انا بدي اللي تحت ال 15 كله، يعني الاثنين والثمانيه. فهو 2 زائد 8 اللي هم بيطلعوا عندي يا استاذ هم العشره. طب الاقل من 18 2 و8 و10، يعني هتزود هذه السبعه على العشره هذه فهتصير هذه 17. طب الاقل من 21 قلنا هدول كلهم 17، هزود عليهم كمان ثلاثه فهيصيروا عندي هم عباره عن 20. الاقل من 24 هدول كلهم طلعوا معايا 20، وفي واحد هنا يبقى هذا 21. الاقل من او يساوي يا استاذ ال 27، بقول له هذا كله طلع معايا كم؟ 21.
وفي هدول 7 اللي هم في الخانه الجديده، اذا 21 زائد 7 28. هتلاقي انه لازم اخر قيمه، اخر تكرار انت صار عندك هو العدد الكلي لهذا الطلاب، وهم فعلا كانوا 28 شخص عندي. عشان هيك هذا اسمه تكرار متجمع صاعد، بيكون تصاعدي. فعشان هيك باخذ اللي هو الحد الاعلى للفئه وبدي الاقل منها، ال 15 الاقل منها، فباخذ الاثنين. يعني لما اقول لك اقل من ال 18 فانت هتاخذ لي الثلاثه هدول، لما اقول لك اقل من مثلا ال 24 فانت هتاخذ لي هدول كلهم. تمام تمام. هذا الجدول التكراري المتجمع الصاعد. وهلا ان شاء الله هنبدا في الجدول التكراري المتجمع النازل. الفرق ما بين الصاعد والنازل: في الصاعد احنا بناخذ الحد الاعلى للفئه، اما في النازل يا استاذ هناخذ الحد الادنى. هاي الفرق ما بينهم. شايفين؟ في الصاعد اخذنا الحد الاعلى. ليش اخذنا الحد الاعلى؟ لاني بدي اخذ الاقل من ال 12، اقل من 15، وهكذا. اخر واحده بتكون اقل من او يساوي ال 27. اما في جدول التكرار المتجمع النازل هناخد الحد الادنى للفئه اللي هو 9 12 15 18 21 24. هدول الحد الادنى للفئه، كل فئه من هدول. وعشان نازل احنا هناخد هيو الاكبر من، يعني اكبر من او يساوي التسعه، اكبر من او يساوي 12، وهكذا. قالت الاهم عندي في موضوع انه هنا ما فيش بيكون اشاره يساوي، لانه لو انت فاكر طبعا ال 12 هنا زي ما قلت لك سابقا بتكون برا الحسبه، عشان هيك ما بيكونش عندها يساوي. اما التسعه وال 12 وال 15 وال 18 وال 21 وال 24 في عندهم يساوي لانهم مغلقه، فعشان هيك اكبر من او يساوي التسعه. هي التسعه وين الاكبر منها او يساويها؟ هدول كلهم القيم صح، الاثنين والثمانيه والسبعه والثلاثه والواحد والثمانيه، يجمعهم كلهم هو المجموع تبعهم اللي هو 28. فبقول له 28 هدول الاكبر من او يساوي التسعه. طب الاكبر من او يساوي ال 12 اللي هم هدول كلهم، بس شيل الاثنين، الاثنين هذه صارت برا لان انا بدي من ال 12 واطلع. بقول له كلهم 28 وشيل الاثنين، يعني بنتكلم عن 26. مظبوط تمام. الاكبر من ال 15 بقول له هدول كلهم بس شيل لي هدول الاثنين. هدول مين كانوا؟ 8 زائد 2 10، هتشيلهم من ال 28 لان بدي هدول بس اللي هم هيطلعوا معك يا استاذ 28 ناقص 10 اللي هم 18. او ممكن اعملها بطريقه ثانيه. ايش الطريقه الثانيه اللي ممكن اعملها فيها؟ اعدهم. عد لي يا معلم، انا بقول لك هات لي اكبر من او يساوي مين؟ اكبر من او يساوي 18. عد لي من السبعه واطلع. 7 و3 10، 10 زائد 1 11، 11 زائد 7 18. طب بدي اكبر من او يساوي 18، هي 18 اكبر منها او بتساويها هدول. 3 زائد 1 4، 4 زائد 7 11، اذا هذه بتتكلم عن 11. طيب الاكبر من او يساوي 21 هدول القيمتين، 1 زائد 7 8. طيب اكبر من او يساوي 24 هذه القيمه اللي هي السبعه. تمام. طبعا هنا في يعني تعديل في الكتاب، هيها صارت هذه 7. هيك صار انا قدرت افرق ما بين الجدول التكراري المتجمع الصاعد والجدول التكراري المتجمع النازل، اللي منهم بجيبهم من جدول الفئات. كمان باختصار بجيبهم من وين؟ من جدول الفئات. يعني لو اداني عينات بروح ارتبها تصاعدي وبعمل الجدول التكراري وبعدها بروح اعمل الجدول الفئات مثلا. يعني وصلت لجدول الفئات بروح من جدول الفئات عامل على طول جدول التكراري الصاعد والجدول التكراري المتجمع النازل. خلي بالك كلمه متجمع عشان احنا بنجمع. تمام. كله لازم يكون في مجموع، عشان هيك تكرار متجمع. وبناء عليه الصاعد هو باخذ الحد الاعلى لانه هو صاعد، فباخذ الحد الاعلى وبقول له هي اقل من الحد الاعلى. اما في النازل لانه نازل فباخذ انا الحد الادنى وبقول له هي اكبر من او يساوي الحد الادنى. تمام. وبناء عليه لازم هدول مجموعهم كله في الصاعد لانه متجمع صاعد، لازم اخر قيمه هي تكون عدد العينه عندي. تمام. 50 طالب، 28 طالب، 100 عينه، بناء على قديش هم الجزئيات هذه. طيب ونروح نبدا ان شاء الله بالجزئيه اللي بعد هيك، اللي هو هيشرح لي الكلام اللي احنا قلناه بس هذا هيو بالتفصيل. فباجي هنا انا في الجزئيه الاولى بقول لي اول حاجه هيشرح لي جزئيه التكرار المتجمع الصاعد، اللي هو يعني بيكون اقل من، بمعنى انه في التكرار المتجمع الصاعد طبعا هذا الجدول اللي هو تامل الجدول 2، هذا خدناه الحصه اللي فاتت احنا. طبعا رحت انا كاتب لك اياه هيو هنا. ببدا على طول بقول له تفضل هذا هو الجدول، بدي انا اروح اصنع منه الجدول يا استاذ التكرار المتجمع الصاعد، اللي هو عباره عن اقل من. بمعنى ان انا بدي اروح اخذ يا استاذ الفئه العليا في الفئات هدول، هي اللي هو الحد الاعلى. الحد الاعلى اللي هو عندي الخمسه وعندي العشره وعندي ال 15 وعندي ال 20. 5 10 15 20. وعشان انا بتكلم قاعد عن متجمع صاعد فهو اقل من، يعني القيم اللي بدي اياها بدها تكون هي اقل من يا استاذ الخمسه. يعني هذه بدها تكون هي اقل من الخمسه، بمعنى اقل من الخمسه، اقل من العشره، اقل من ال 15، اقل من العشر من ال 20. هيا بناء زي ما احنا عملنا هنا. هيو تمام تمام. دائما بناخذ هيو الحد الاعلى على طول من كل فئه. تمام تمام.
فهيك خلاص احنا طبعا بدل الاشارات هذه، طبعا الاشارات اخر اشاره خلي بالك بدها تكون هي اقل من او يساوي ال 20، لانه هي اخر واحده عندي بتكون عندها مغلقه زي ما حكينا سابقا. تمام تمام. فببدا بقول له تفضل، هليت هذا الجدول اللي قدامي هيو اللي هو كل فئه وكل تكرارها. بدي انا بعد اذنك الفئه هذه الاولى بدي الحد الاعلى تبعها 5، بدي اقل من الخمسه. فباجي بقول له يا استاذ اول حاجه عدد الطلاب اللي مسافه سكنهم كان في الجامعه هو اقل من 5. اللي اقل من 5 هيهم اللي هم كانوا طالبين، اللي هم طالبين يا استاذ اللي هم اثنين. بقول له والله تمام، اذا هيو الاقل من 5 هو الاثنين. بدي اروح على اللي بعدها اللي اقل من العشره. عدد الطلاب اللي مسافه سكنهم عن الجامعه هو اقل من 10. اللي اقل من 10 هو عباره عن الاثنين والاربعه. ليه؟ لانه احنا قاعد تكرار اسمه متجمع. تمام، يعني احنا هنضل نجمع في اللحظه هذه. فانا بدي الاقل من العشره، يعني بدي الاربعه وبدي الاثنين، هدول هم اللي اقل من العشره. 2 زائد 4 6، فهي هالسته. بعد هيك بدي اللي اقل من 15 اللي هم 11 و4 و2، يعني 4 و2 6 اللي كانت قبلها، روح زود لها 11 اللي هي بتطلع معايا 17، اللي هي عباره عن 2 زائد 4 زائد 11. هيها ممكن هذه اعملها يا استاذ، هيها 2 زائد 4 زائد 11 اللي هم 2 زائد 4 6 زائد 11 اللي هي 17. شايفين كيف؟ هدول الاثنين زائد 4 هو اللي اخذهم من هذه مره واحده اللي هي لحالها. طيب، واخر واحده بدي اللي اقل من 20. عدد الطلاب اللي مسافه سكنهم عن الجامعه هو اقل من 20 كيلومتر. اللي اقل من 20 اقل او يساوي 20 هدول كلهم يا استاذ، يعني 2 زائد 4 زائد 11 زائد 3. تمام، ممكن نجمعهم. يلا 2 و4 6، 6 زائد 11 17، 17 زائد 3 20، هيو 20. طب هو ليش كاتب لي 17؟ هو قال لك اللي اقل من 15 هيهم هنا 17، وبعد هيك انا اللي اقل من 20 ضلت عندي هي كمان 3، ف3 و17 اللي هم هيهم 20. فهذا ممكن انا كنت اعمل له اياه هو 2 زائد 4 زائد 11 زائد 3، واللي هي بتطلع معايا هيها اللي هي ال 20، وهذه اللي هي طلعت معايا هيها 17. هذا مين؟ هذا التكرار المتجمع الصاعد اللي هو باخذ اقل من، بحط هنا الحد الاعلى في كل فئه. عكسه بالضبط اللي هو التكرار المتجمع النازل اللي هو يصير اكثر من، اكثر من مين؟ من الحد يا استاذ الادنى، مش الاعلى، لا الادنى للفئه اللي هم هدول الارقام اللي هم 0 و5 و10 و15. تمام، هي 0 و5 و10 و15 بقول له هذا هو الحد الادنى. تمام، وهذا هو التكرار المتجمع النازل لانه هي اسمه نازل. هذا نفس الكلام كان الحد الاعلى للفئه، لان كنت انا اخذ في التكرار المتجمع الصاعد فباخذ الحد الاعلى وبقول له هذا هو التكرار المتجمع الصاعد. طيب، في التكرار المتجمع النازل، النازل عشانه نازل فباخذ الحد الادنى وهو اسمه تكرار متجمع نازل. طب في الحد الادنى اللي هو اكثر من، انا بدي اخذ يا استاذ الاكثر من الصفر والاكثر من الخمسه والاكثر من العشره والاكثر من ال15. طبعا اكثر من يعني هي يا استاذ هي اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي، كلهم هدول فيهم يساوي. اما هذا هو الوحيد اللي كان ايش؟ كانت هذه يا استاذ زي ما انت شايف كانت هي عباره عن، تيجي بتقول له من غير يساوي، يعني هي لانه هذه زي ما انت عارف اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من او يساوي الاخيره اللي هتكون فيها، لانه هذه هي الاخيره اللي بتكون مغلقه. اما هدول لاحظ هذه بتكون مفتوحه وهذه بتكون مفتوحه وهذه بتكون مفتوحه. انا بمشي على الفترات، فانا حبيت هيك ان انا اوريك كيف الحسبه بالضبط احنا بنعملها. فهيك خلص صارت عندي هيها جاهزه. فنفس الكلام اللي هنا اللي هو اقل من، بنتكلم هنا يا استاذ عن اكثر من او يساوي الصفر. هاي الصفر الاكثر من او يساوي صفر هدول كلهم اللي هم 2 و4 و11 و3 اللي هو مجموعهم 20. تمام، لانه هو نفسه اللي احنا هينا تو جمعناهم هنا كلهم طلعوا معايا 20 هيهم. فاذا هذا هو مجموعهم كله 20، فهيها 20. تمام، اللي هي عباره عن، تعال نعملها، اللي هي 2 وزود لها 4 وزود لها 11 وزود لها 3. هدول كلهم ايش مجموعهم؟ هي مجموعهم هو ال 20. عدد الطلبه اللي مسافه مسكنهم عن الجامعه اكبر من او يساوي الخمسه، هي الاكبر من او يساوي الخمسه اللي هم هدول. تمام، 4 و11 و3 بقول له هم 4 زائد 11 زائد 3، 3 و4 7 زائد 11 18، مش 16، لا هدول 18. اذا هذا هيو هنا 18. هذا تعديل في الكتاب، مش عارف اذا في نسخه اجدد يمكن معدلينها، بس هذا هيو 18. تمام، طبعا هو هنا المفروض ايش كان عمل؟ كان المفروض هنا في اللحظه دي قال لك 20 ناقص 2. تمام، بس هو حكى هنا 20 ناقص 4، لا هو 20 ناقص 2 لانه قال لك كلهم على بعض 20. شيل هدول لانه خلص هدول اخذناهم، هدول اللي هم مسافه مسكنهم يا استاذ. في اللحظه احنا بدنا الاكثر من مين؟ بدي الاكثر من 5. فهذا لا، هذا اقل من 5، فعشان هيك هذه انا بستثنيها فصارت 20 وشيل الاثنين هدول. طيب بدي الاكثر من 10 هقول له 20 بس شيل لي هدول اللي هم الأربعة زائد 2 اللي هم 6. 20 شيل لي 6 14 اللي هي نفس الفكره. بدي اكثر من العشرة بقول له ال 11 والثلاثه، هي 11 زائد 3.
تمام، اللي هم بيطلعوا 14. طب اخر واحده اللي هي اقل، اللي هي اكتر من او يساوي ال 15، فيش غيرها اللي هي الثلاثه. بقول له هي ما فيش غيرها اللي هم الثلاثه. تمام، فهيك صار هذا الفرق ما بينهم. زي ما قلت لك هذا للعلم السؤال زي هيك بيجي، هذا ما بيجيش في الامتحانات، ولكن هو مهم جدا ان انت تكون عارفه لانه بيلزمك في المستقبل. وهذا هو الفرق في الصف التاسع كمان، لانه هذا هو الفرق الاساسي ما بين التكرار المتجمع النازل والصاعد. الصاعد اقل من وباخذ الحد الاعلى، النازل باخذ اكثر من، وفي اللحظه هذه باخذ طبعا الحد الادنى. تمام، هي هذا الحد الادنى احفظ. النازل تاخذ الحد الادنى، والصاعد بتاخذ الحد الاعلى لا الفئه. تمام. تمام، ونبدا هنا في تحقق من فهمك. تحقق من فهمك بقول لك الجدول الاتي يشير الى الفارق بين عدد الاهداف التي حققها احد فرق كره القدم مع الخصوم خلال 160 يا استاذ مباراه احرز فيها الانتصار. يعني بطلع هنا بلاقي الفارق كان في الاهداف هنا هدف واحد، هو انتصر 95 مباراه او 95 يعني انتصار. والهدف كان الفارق كان هدفين، فهم عندك 45 مباراه، وثلاثه كان اللي هو الفارق ثلاث اهداف كان 15 انتصار، والفارق كان اربع اهداف كان خمس انتصارات. بقول لك بعد اذنك اعمل لي جدول التكرار المتجمع الصاعد. فبقول له ولا يهمك. اول حاجه عشان اعمل لك الجدول هذا يا استاذ واهدى لازم يكون عندي الجدول الخاص بالفئات. اول حاجه لازم تعمل جدول الفئات. فبقول لك اول حاجه انا محتاج اعملها، بدي اعمل يا استاذ جدول الفئات. جدول الفئات عشان تعمله احنا محتاجين اكثر كم فئه هدول ممكن نعملهم؟ واحد اثنين، يعني من صفر للاثنين ومن اثنين للاربعه. تمام، وهي الفئتين يعني ب 760. لا الامور تمام. فبقول له هي جدول الفئات اتفضل. فبعمله هيك جدول، هو صغنطوط هيكون لانه هو مش محتاج يعني كله. هيو نعمله زي هيك. تمام، هي الفئه وهي الفئه الثانيه، لانه هي هذه الفئه. هي هنا هكتب لك هي الفئه، وهذا طبعا التكرار تبع الفئة. الفئة بدي أعمل الأولى من صفر للاثنين، فهي من صفر مغلق للاثنين لازم يكون هنا مفتوح، والاثنين بدخلها هنا. لمين؟ لا الأربعة. الأربعة أعملها مفتوحة؟ لا هتعملها مغلقة لأنها آخر واحدة. من صفر للاثنين، هلقيت من صفر للاثنين هاخد الصفر والواحد والاثنين، لا الاثنين بره. يبقى ما فيش غير هذه بس، صح؟ لأنه هي الصفر ما فيش واحد، هيو اللي هو 95. اثنين هذه لا هتروح مع اللي جنبها لأنه هذه مفتوحة من هنا، إذا هنا 95. تمام، وبعد هيك بدي اخذ من اثنين لاربعه، الاثنين والثلاثه والاربعه هتدخل لنا اخر واحده، يعني 45 زائد 15 زائد 5. 45 و15 40 50 60 65. فاذا هذه هيها 65. من وين اجت ال 65 هذه؟ اللي هي يا استاذ 45 و15 و5. تمام هيك؟ تمام، خلصنا. خلصنا، يعطيك العافيه. ايش بدك؟ خلاص بقول لك اتفضل، بدي اروح اعمل لك. انت ايش بدك؟ بدك جدول يا استاذ. ايش هو جدول التكرار المتجمع الصاعد؟ فخليني مره واحده. فبقول لك هيو هنا جدول اللي هو تكرار المتجمع الصاعد. يلا يا معلم نروح نرسم الجدول، وهيكون كيوت الجدول هيك وصغنطوط برضه. تعال اعملها هي لتحت شويه، هذه نكبرها يلا مش مشكله ما دام مفيش حاجه عندنا في هيها. وخلينا هي هذه هيك، وهذه للكلام. هو الكلام هيكون اكتر حاجه، وبدنا هنا بس تنتين هيكونوا. خلصنا. خلصنا. فباجي بقول له ايش اسمه اول حاجه هذا اللي انت بدك اياه؟ جدول التكرار المتجمع الصاعد. الصاعد يبقى بناخذ الحد الاعلى للفئه عشان نصاعد. هي الحد الاعلى للفئه. طيب هو ايش اسمه؟ تكرار متجمع صاعد. فبقول له هي التكرار المتجمع الصاعد. طيب بناخد اللي قلنا الحد الاعلى وين الفئات. هي الحد الاعلى اللي هو الاثنين والاربعه، فهاخد الاثنين وهاخد الاربعه. وقلنا في الصاعد لسه هنا قبل شويه في تكرار متجمع الصاعد هي كمان مره انا باخد الحد الاعلى للفئه واسمه التكرار المتجمع الصاعد، وبعد هيك اقل من الخمسه، اقل من العشره، اقل من 15. يعني هنا هاخد نفس الفكره اللي هي اقل من الاثنين، اقل من الاربعه. هلا الاقل من الاثنين يا استاذ فيها يساوي. هذه الجزئيه طبعا هنا ما بيكونش يساوي، اللي يساوي في اخر واحده. يعني هنا بدي فقط تكون يا استاذ هي الاقل من الاثنين، هذه الاقل من او يساوي اربعه. طيب الاقل من الاثنين قديش؟ الاقل من الاثنين يا استاذ هيهم الاقل من الاثنين هم بس ال 95. او خلينا هنا هيو الاقل من الاثنين لانه الاثنين مش هاخدها هنا. فالاقل من الاثنين هيهم اللي هم ال 95. فبقول له هي هدول 95. طب الاقل من او يساوي الاربعه اللي هم 65 و95، يعني بتكلم فيهم عن 160 يا استاذ. هيك هيو صار جاهز 100%. وبنروح على المطلوب الثاني. المطلوب الثاني عندي هو بده انشئ جدول تكراري متجمع نازل. كان هذا هو الصاعد.
تمام. تعال ناخد له هي رقم 2 هنا هيو النازل، فبقول له هنا هيني بدي اعمل لك هنا هي جدول يا استاذ التكرار المتجمع النازل. يلا نعمل على طول عندنا هي نفس ما عملنا قبل شويه، هيو بالشكل هذا، نقول له هذا هيو للحد هذا هيكون نازل يعني للحد الادنى، وهي القيمتين تعون الحد الادنى. تمام. فببدا هنا على طول هي زي ما احنا متعودين، هي الحد الادنى للفئه، وهذا التكرار المتجمع النازل لانه هو نازل، وباخد الحد الادنى اللي هو الصفر والاثنين، هي الصفر وهي الاثنين. وزي ما قلنا في النازل هي يا استاذ اللي هي بتكون اكتر من، لان انت اخذت الحد الادنى فهي هتكون اكتر من. تمام تمام. فبقول له هيها هنا، هي هتكون، خلي بالك، هي اكتر من او يساوي. تمام. وهي هنا هي اكتر من او يساوي. تمام. هي نفس هذه كانت اقل من، هذه اقل من او يساوي، لانه اخر واحده كانت اللي هي بس مغلقه. اما هنا شايفين اللي هي هي الصفر هنا مغلقه والاثنين هنا مغلقه. فبروح اول واحده وين الاكبر من او يساوي صفر، هي الصفر الاكبر من او يساوي كل هدول ال 95 وال 65 اللي هم عباره عن 160، وين اكبر من او يساوي 2 اللي هي هذه بس اللي هي 65. مظبوط هيك؟ هذه هي يا استاذ الفرق ما بينهم، وهيك صار الجزئيه هذه جاهزه. تمام. لانه هنا هي بناخذ اكثر من في النازل، اكثر من في الصاعد بناخذ اقل من. تمام. هي الفرق الاساسي في الجزئيتين هدول. طيب نبدا في تدرب. واللي ما هي هذه المفردات هي مسافة 24 موظف من مكاتبهم. المسافة دي هي مقدرة بالكيلومتر. نظم جدول تكراري لهذه المفردات مستعمل الفئات هذه. بده جدول تكراري نعمله هنا، فبقول له سهلة. أول حاجة اعمل لي رتب لي إياهم هدول يا أستاذ عندي تصاعدي، وبعد ما أعمل لك الفئات هذه تعال نرتبهم تصاعدي مع بعض. يلا. أول حاجة بدنا نعملها هي أول حاجة الترتيب تصاعدي. الفكره دي بتاعت الدرس اللي فات، السؤال هذا اخذناه الدرس اللي فات. فبقول له الترتيب عندي هنا تصاعدي، نبدا مع بعض. بتبدا باول قيمه، اصغر قيمه عندي يا استاذ هي 1.9 من عشرة، فهي كمان مره عشان بدي انا اعمل لك اياهم كلهم، هي 1.9. وبعد الواحد وتسعة عندي 2. خلينا نكتب بالمره 2، ناخذ لنا قيمه جنبها. هي 2 2 و1، يعني هي 2 وهي 2 و1. وبعدها يا استاذ عندي 2 و3، وبالمره بعدها 2 و5، ولا ايش هناخد في 2 و4؟ 2 و4 2 و5. يلا. يعني هي 2 و3 وهي 2 و4 وهي كمان 2 و5. تمام. وهي كل واحده طبعا فيهم انا كتبتها، انا شطبت عليها. طيب في بعد ال 2 و5 كمان حاجه، كمان واحده 2 و5. يا سلام، شايفين هي كمان واحده 2 و5. خلصنا اللي بعدها يا استاذ هي 2 و7. هيها عندي هنا 2 و7، في كمان واحده على فكره هيها و2 و7. بقول لك هي 2 و7 وهي كمان واحده 2 و7. طيب تمام. بعدها يا استاذ 3، هي الثلاثه. وبعد الثلاثه 3 و2، لا 3 و1. تمام. وبعد الثلاثه و1 خلي بالك عندي 3 و2 و3 و2، يعني هي 3 خلصناها 3 و1 وهي 3 و2 مرتين. تمام. هي 3 و2 وهي 3 و2. تمام. تقول لي تمام يا استاذ. وبعدها 3 و5، لا هي 3 و4. 3 و4 وهي كمان 3 و4، على فكره هي كمان 3 و4 ثلاث مرات. هي 3 و4 وهي 3 و4 وهي 3 و4. شايفين كيف انا برتب؟ هذا الترتيب لازم انت تعمله. 3 و4 3 و9، لا في هي 3 و5 و3 و5 مرتين. هي 3 و5 وهي 3 و5 وهي 3 و5. تمام تمام. خلصنا 3 و5، في كمان واحده هي. شايفين ايش لازمتها اللي انا بعمله هذا، اللي هي ان انا بخربط عليها بشخبط عليها عشان انت تكون عارف. 3 و5 3 و9 3 و8، يبقى هي 3 و8 و3 و9 مرتين. هي 3 و8 وبعدها هي 3 و9 وهي 3 و9. خلصنا. ضايل ايش عندي؟ ضايل عندي 4 و2 و4 و1، 4 و1 و4 و2 لانه تصاعدي. 4 و1 وهي 4 و2. خلصنا. تعال نعمل الجدول. هاي اول واحد هينا خلصناه، بقول له هاي رقم 2 بنعمل لك. هل لقيت هي جدول يا استاذ الفئات؟
خلاص بدون ما نكتب لك جدول فئات، ما انت عارف ان هو ده جدول الفئات. هيا بعمل، هي نزلها شويه مش مشكله نكبره. هيو هو كم فئه؟ مدينه 4 فئات نكبره؟ لا خلاص هذه بتكفيهم. وهي هذه من النص هيك. هي الفئه والتكرار. وبدي بعديك 1 2 3 4. خلاص هدول يعني 4، هدول هي 4. خلصنا. فبقول لك على طول اتفضل، هي هذه هي الفئه. نغير اللون، نعمل بالاخضر. هاي الفئه وهي التكرار. نبدأ. الفئة الأولى اللي هو بده إياها، خلي بالك من 1 ل2. تمام، هي أكبر من أو يساوي 1 أصغر من الاثنين، هي الديستانس هذه، فهي أكبر من أو يساوي 1 أصغر من الاثنين. واللي بعدها الدي هي أكبر من أو يساوي الاثنين أصغر من الثلاثة. واللي بعدها هي أكبر من أو يساوي 3 أصغر من الأربعة. واللي بعدها هي أكبر من أو يساوي 4 أصغر من أو يساوي الخمسة. تمام، هدول خلي بالك شوف فوق كيف هي زي كني بقول لك هي من 1 تمام لا الاثنين، وهتكون مفتوحه من هنا، وهي نفس الكلام الاثنين هتخش هنا، والثلاثه بتطلع من هنا لانها داخلها هنا. 3 و4 هتطلع من هنا، واخر واحده هي من 4 ل5 مغلقه من الجهتين. شايفين هاي الفتره؟ بس انا هذا يعني عشان افهمك كيف هدول هيك بنكتبهم. نبدا، يلا هنعمل الجزئيه هذه بنفس الكلام. هاي الارقام بدي من 1 ل2، يعني عند اقل من الاثنين ما بديش اياها. يعني هذه خلاص 1.9 هيها مظبوط، هي قيمه واحده. هي قيمه واحده. من 2 ل3، فبقول له من الاثنين ضل ماشي، اول ما تظهر الثلاثه اطلع بره الموضوع. يعني هدول هتنعملها باللون الازرق. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، هيهم 8 قيم. خلصنا. اللي بعدها من 3 ل4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ليش يا استاذ؟ عند الاربعه خلص وقف، ما بديش اياها الاربعه اخر واحده. هيها الاربعه، لانه من 4 ل5 هيهم، من 4 ل5 فيش الا هدول اللي هم هدول التنتين، هم هدول القيمتين. خلصنا. هاي كل الفكره، ان انا هنا بستثني الاثنين، وهنا بستثني الثلاثه، وهنا بستثني الاربعه. ما بديش ادخلهم الثلاثه او الاربعه والاثنين في هدول، لانه ما فيش عندهم او يساوي. تمام. تمام ان شاء الله. وبهيك بكون انا خلصت هذا الدرس، وهنبدا ان شاء الله الفيديو القادم بالدرس القادم اللي هو المتوسط الحسابي، اللي هو يعني اهم دروس الوحده. للامانه الدرس هذا هو هيكون اهم دروس الوحده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب اكون توفقت في توصيل معلومه زي ما كنت حابب. التوفيق طبعا من رب العالمين بتمناه لي والكم ان شاء الله. ما تنسونا من دعائكم، وما تنسوا تعملوا مشاركه لهذا الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الطلاب، وتعم الفائده على الجميع ان شاء الله. مكملين معاكم طبعا المنهج السوري للبكالوريا باذن ربنا. يعطيكم الف صحه وعافيه.